محمد صلاح بيسجل هدف المباراة الوحيد دلوقتي وبيدي الفوز لفريقه ليفربول، وهو في أشد الحاجة في الفترة دي لتجميع النقاط. ومحمد صلاح بلغة كده البطل الهيرو بيساعد ليفربول في إنه يجمع كل النقط الفترة دي. محمد صلاح بتسجيله الهدف ده حطم أو عمل 5 أرقام قياسية. طبعا الهدف هو رقم 19 لمحمد صلاح الموسم ده علشان يكون في ترتيب الهدافين في المركز الرابع، وبيقرب جدا من إنه يكون في الثالث والتاني، والاول صعبة شوية. المهم محمد صلاح بيوصل للهدف رقم 100 مع ليفربول في ملعب أنفيلد مع كولر ريدز. كمان بيكون محمد صلاح تامن لاعب يوصل مع ليفربول ل 100 هدف على ملعبه، وبينجح انه يعادل رقم ستيفن جيرارد ب 186 هدف كخامس الهدافين في تاريخ ليفربول. محمد صلاح بيسجل الهدف رقم 30 للموسم الرابع من اصل 6 مواسم قضاهم مع ليفربول، يعني 4 مواسم محمد صلاح بيوصل في ال4 مواسم دول انه بيسجل 30 هدف فما فوق، موسمين بس اللي جاله من ابو صلاح. كمان محمد صلاح بيكون اول لاعب في تاريخ ليفربول بيسجل في 9 مباريات متتاليه في ملعبه انفيلد مع كولر ريدز. اما بقى عن تعليقات جمهور ليفربول فدي اللي كانت حاجه جميله جدا، وزي ما قلنا كده احد المشجعين كتب لمحمد صلاح: تاريخ ليفربول يشعر بالتعب. اما بقى عن تعليقات جمهور ليفربول اللي كانت قمه في الروعه اللي تخليك تشعر بالفخر فعلا، منهم زي ما قلنا كده واحد كتب: تاريخ ليفربول يشعر بالتعب، في اشاره لكثره الارقام القياسيه اللي بيحطمها محمد صلاح وانه بيدون وبيكتب التاريخ. وواحد تاني بيكتب: اللاعب الاقل حصولا على تقدير مناسب في تاريخنا، في إشارة يعني لأن محمد صلاح مش واخد حقه ومش واخد التقدير المناسب لكل اللي هو بيعمله مع ليفربول. وواحد تالت بيكتب: الأسطورة الحقيقية للعبة كرة القدم. والرابع بيكتب: لا يوجد سوى ملك واحد في ليفربول، الملك المصري محمد صلاح. أما بقى اللي كتب الكومنت الخامس ده أو التعليق الخامس ده فهو حريف قوي وصايع قوي. انا هقرا لكم من الموبايل عشان ما فوتش حرف منه. بيقول ايه: انا كبير بما يكفي لاتذكر عندما اكد لنا الخبراء جميعا ان مو لن يكون مميزا الا في موسم واحد فقط. وهنا بنروح للاعب الموسم الواحد اللي كنا بنقول عليها في بدايه محمد صلاح مع ليفربول، اللي قال لك ده هو موسم وكل سنه وانت طيب ومحمد صلاح هينتهي. فالراجل بسخريه كده بيفكرنا بالايام الجميله دي، وبيأكد ان محمد صلاح اسطوره وملك ورمز لكره القدم بالنسبه لليفربول والدوري الانجليزي والمصر وللعالم كله بقى. وخلينا ناخد اخر كومنت او اخر تعليق، وبيقول: 30 هدف في موسم واحد ولم يكن في افضل حالاته، رائع بالفعل، رائع يا محمد صلاح. بالفعل محمد صلاح في أسوأ أو من أسوأ مواسم ليفربول اللي شفنا فيها محمد صلاح مع ليفربول. الموسم ده هو أسوأ موسم بيقضيه من وجهة نظري في الفترة الأخيرة من أول ما محمد صلاح انتقل ليهم، مش بل إنه مش من وجهة نظري، ده من وجهة نظر العالم كله. ومحمد صلاح بيقدر إن هو يوصل للهدف رقم 30 في موسم واحد، فده شيء في حد ذاته إنجاز يحسب لمحمد صلاح، وإنه مش بيتأثر باللي حواليه، وإنه ثابت في مستواه، وإنه مش لاعب موسم واحد. محمد صلاح رمز ونجم وخلانا كده في حتة تانية في تاريخ كرة القدم. نتمنى ان احنا هنا بقى كدولة مصرية رياضية نبني على الشكل او الاسم او الصورة اللي بيقدمها لنا محمد صلاح رياضيا بره، نبني عليها جوه مصر رياضيا بشكل مميز جدا. حلقتنا خلصت، تعليقاتكم ايه انتوا كمان عن محمد صلاح؟ وبعدها سلام.